اهلا وسهلا بحضراتكم. موضوع الفيديو بتاعنا سريعا كده النادي المصري. قبل بس ما نخش في الفيديو بنطلب منك تدوس لايك للفيديو وكمان تعمل فولو وما تنساش تصلي على حبيبك النبي. ليه دلوقتي عندنا في الدوري المصري بجد ما بنديش النادي المصري حقه فعلا في الانطلاقه المميزه اللي عملها؟ وعشان جمهور المصري بيخش يقول بسم الله وما شاء الله، يعني احنا ما بنحسدش النادي المصري. بس بجد والله على مدار ما بنقعد نتفرج على البرامج التلفزيونيه، وتحديدا مثلا مع فرقه الاهلي او الزمالك او اي لاعب بيعمل اسيست، بس البرامج التلفزيونيه بتفضل مثلا يوم واتنين بتتكلم على اللاعب وتحلله وتجيب كاميرا من فوق وكاميرا من تحت، وازاي ان اللاعب ده وصل للنضج الكروي الكبير عشان عمل اسيست. وعلى الناحيه التانيه بتشوف ان النادي المصري لحد دلوقتي ما خسرش في الدوري. النادي المصري بيعمل ماتشات ما شاء الله عليهم قويه جدا وكويسه جدا، وقدروا ان هم قدام بيراميدز يرجعوا مره واتنين للمباراه، وعندهم حلول فرديه ما شاء الله يقدروا يحلوا اي تكتل دفاعي موجود. ففكره ان الناس دي ما تاخدش حقها في البرامج التلفزيونيه وشغل المدير الفني نبيل الكوكي وقد ايه هو عامل معاهم جيم كبير جدا جدا، اتمنى ان النادي المصري ياخد حقه الحقيقه لان هو يستاهل كده.